اول ما الاتنين يتجوزوا يجوا هما الاتنين بعد الجواز يعيطوا ويقولوا لك الحب راح ياما وراحت ايامه ولياليه والكلام الغريب اللي بنسمعه ده. هو الحب بيروح بعد الجواز؟ الحب بيضيع بعد الجواز؟ لا يا جماعة، الحب لا بيروح ولا بيضيع بعد الجواز، هو بس بياخد شكل تاني بعد الجواز. بيفضل حب، بس بيبقى حب عاقل، حب ناضج، حب هادي. خلاص العشق والجنان بتاع الخطوبة بيبقى أهدى والدنيا بتبقى أعقل، وده من رحمة ربنا بينا. لأن تخيل إن حضرتك بعد الجواز لسه مجنون بمراتك زي ما كنت أيام الخطوبة، لسه مش قادر على بعدها، ولسه عايز تشوفها، ولسه لما بتشوفها بتعرق وبتتخض، ولسه عايز تتكلم معاها، ولسه في ما بينكوا عشق ولا. تخيل لو ده لسه بعد الجواز موجود بالشكل بتاع الخطوبة، ساعتها حضرتك مش هتعرف تنزل تشتغل، مش هتعرف تشوف اكل عيشك، هتفضل قاعد جنب مراتك تتامل في جمالها ليل نهار، وحضرتك مش هتعرفي تبقي ام، مش هتعرفي تهتمي بولادك، هتفضلي على طول مشغوله بجوزك، عشيقك، حبيبك اللي مش قادره على بعده ومش قادره انه ينزل ويسيبك، والحياه هتقف. فده من حكمه ربنا ان الدنيا والهرمونات كل حاجه بتهدى بعد الجواز، عشان كل واحد يعرف يبقى فيه استقرار نفسي وجسدي وهدوء، وكل واحد يعرف ينزل يشتغل ويشوف حياته. بس هي الفكرة ايه؟ ان الحب بعد الجواز بياخد اشكال تانية، والاشكال دي اهم من الحب بعد الجواز اصلا. يعني بعد الجواز احنا مش محتاجين الحب على قد ما احنا محتاجينه في صورة الرحمة. بعد الجواز انا محتاجة راجل يرحمني، ومحتاج ست ترحمني، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. يعني ايه رحمة؟ يعني الراجل لما يرجع من الشغل كده يقولك احنا الشهر ده مزنوقين والفلوس مزنقة معايا ومعيش فلوس الشهر ده، محتاج زوجة رحيمة. مش هيحتاجك في الوقت ده تحبيه وتقولي له انا بحبك قوي، لا حضرتك حبك بورصه. انا عايز فلوس، مش عايز حب، انا عايز واحده تسندني، واحده ترحمني لما ابقى ضعيف تقويني برحمتها ليا. ما تجيش مثلا في الوقت ده تطلب حاجات كتير، ما تجيش تبص لي بصه كده اللي هو انت مش مكفي بيتك، لا تعرف تقتصد، تعرف تقف جنبي في محنتي لما يبقى عندي ضائقه ماليه. هنا مطلوب الرحمه. الرحمه ان احنا حتى لما نختلف ما ندوس على بعض، لما نختلف نجري نسامح بعض، نجري نصالح بعض، ما نهونش على بعض. فهنا الرحمه مهمه بين الزوجين. الحب هنا مش هينفعني لما يبقى جوزي معهوش فلوس. تاني حاجة مثلا الحب بيتحول ليها بعد الجواز، بيتحول لشكل من اشكال الاحترام. في كتير قوي يقولك الراجل ده بيحترم مراته، ده راجل ضعيف. لا، على فكرة احترام الراجل لمراته قوة مش ضعف، واحترام الست لجوزها حب مش خوف. لو مراتك بتقعد كده وسط اهلها واهلك ووسط الناس، وحتى بينك وما بينها بتكبرك قوي ومش بتقلل منك، هي مش بتعمل كده علشان خايفة منك، هي بتعمل كده عشان بتحبك. والراجل لو بيحترم مراته ودايما مكبرها وعمره ما قلل منها ولا غلط فيها ولا في اهلها، مش معنى كده ان هو راجل ضعيف، ده راجل قوي. اللي بيحترم شريك حياته هو في الاساس بيحترم نفسه، والعكس صحيح. برضو مهم جدا بعد الجواز التقدير. الحب بيتحول لشكل من اشكال التقدير، اللي هو احنا مقدرين بعض. لما ارجع مثلا الاقي مراتي متضايقه وبتقول لي انا طول الليل ما نمتش والعيال تعبوني، مش هرد عليها واقول لها طب ما تنامي، روحي نامي اعمل لك ايه؟ لا، هرد عليها واقول لها الله يعينك، انا مقدر تعبك مع العيال، بصراحه انت طالع عينك مع العيال، انا هنا قدرتها. لما جوزي يدخل عليا باكياس فاكهه وخضار، مش هقول له حبيبي كل الرجاله بتعمل كده، انت عملت ايه جديد يعني؟ لا حبيبي كتر خيرك، ربنا ما يحرمناش منك، احنا من غيرك ولا حاجه. بعد الجواز احنا محتاجين الحب ياخد الاشكال دي، مش يفضل بشكل الوله والعشق والغرام والهيام ومش قادر على بعدها والاغاني الرومانسيه. لا، الحاجات دي مش هتاكل عيش بعد الجواز، وزي ما قلت ده من حكمه ربنا. فخلي بالكم، الحب ما بيضيعش، لو حقيقي مش هيضيع، بياخد اشكال تانية انضج واهدى، لكن الحب الحقيقي بجد عمره ما يضيع.